سلام بنات كي دايرين لاباس عليكم. اليوم جبت لكم ثلاثه الاقتراحات هكا ديروهم في الغداء. اول اقتراح هو الكوتليت كيجي مشوي غير في الكوكوط محمر ما تشبعوش منه. ثاني اقتراح هو العصير بالخيار والحامض والنعناع كيجي منعش هو في هذا الصيف. ثالث اقتراح هو الزعلوك حتى هو كيجي زوين على طريقتي كيفاش كندير ليه بغيت نشاركها معاكم. بالنسبه للكوتليت ديالنا فاحنا غادي ناخذ الكوكوط غادي ندهنوها بالزيت وغنحطوا دوك الكوتليت ديالنا غادي ندهنوهم غادي نرشوهم عفوا بشويه ديال الملح وشويه ديال الكمون وندهنوهم مزيان نشرملوهم تيدخل فيهم الملح والكمون وغنسدفوهم في الكوكوط غادي ندهنوهم بشويه ديال الزيت من الفوق. صافي غنسدو الكوكوط ديالنا نديرو الصفاره ونحطوها على نار اللي تكون مهيله. مره نحركوا الكوكوط ديالنا هكا بحركه دائريه غير بايدينا باش ما يلصقوش لينا دوك لي كوتليت. عطيوهم ساعه وربع ساعه ونص كيكونوا موجودين فتيين ما نعاودش لكم كيفاش كيجيو. باش تحمروهم كيكونوا طلقوا ديك الشحمه ديالهم. باش تحمروهم ملي تبغوا تحطوهم جهدوا البوطه هكا متوسطه وديروهم بقاو تحركوا فيهم حتى كيتحمروا صافي وحطوهم مع شويه الملح والكمون. وبالصحه والراحه راهم كيجيو غزالين وديك الشحمه ديالهم فاش كتبرد ديروها في شي قريعه راه كتجي بحال الخليه تبقاو هكا طيبوها مع البيض ولا. بالنسبه للزعلوك ديالنا حنا غناخذوا الفلفله والدنجال غادي ندهنوهم بالزيت ونحطوهم هكا فوق شي حديده يتشواو لينا مزيان فوق البوطه غنديروهم في شي ميكه حتى يطرخيو. من بعد غنقيوهم راه معروفه الطريقه غنقيو الفلفله والدنجال نقردوهم ونديروهم في واحد المقيله. بالنسبه للعطريه ديالنا فاحنا غادي ناخذ واحد المقيله نديرو فيها داكشي اللي قردنا. غادي نزيدو عليه ربيع ومعدنوس. الثومه محكوكه كميه مزيانه تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الدروس. غنديرو الملح البزار الكمون قزبر كارم مطحون فقط مع شويه ديال زيت العود غادي نديرو كلشي فوق المقله على نار مهيله نبقاو نشحروا فيهم مزيان ونمعسوهم بهذيك المعلقه اللي كنحركوا بها. صافي ونحطوهم بالصحه والراحه راه كيجي بنين بهذه الطريقه وسهل دغيا كيوجد. بالنسبه للعصير فاحنا غادي ناخذ المولينيكس نديرو 2 حامضات معصورين 8 الوراق ديال النعناع مغسولين وغنزيدو واحد الايطرو ديال الماء 4 المعالق ديال سنيده الخيار ديالنا نقي ونحيدو الزريعه نكردوه ونديروه ونطحنوا كلشي في المولينيكس وبالصحه والراحه.